مش كل ست بتطلق بتبقى غلطانة. في ستات بتطلب الطلاق عشان تلحق نفسها، تلحق الباقي من عمرها. ما هي لو فضلت على ذمته يا هتتت تتجنن. فاللي بتطلب الطلاق دي مش دايما بتبقى غلطانة. في ستات يعني بتنقذ ما يمكن إنقاذه. والنهاردة في المسلسل بتاعنا وأول حلقة النهاردة ست من الستات دي، ست كانت متجوزة راجل عادي جدا، شكله من بره راجل طبيعي، يعني عنده شغله، طول بعرض بعيلة، مركز، حاجة كده تشرح القلب للناس اللي شايفة من بره. ده بقى اللي بيتقال عليه من بره هلا هلا، من جوه يعلم الله. من جوه بقى عيشته عاملة ازاي معاها، عشرته عاملة ازاي معاها، ضرب وإهانة وتقليل وتحكمات. ده كان ناقص يحط على مناخيرها عداد يعد النفس اللي هي بتتنفسه. متخيلين الراجل ده عشرته عاملة ازاي؟ متخيلين هي كل شوية تتضرب قدام عيالها يبقى منظرها عامل ازاي؟ فضلت كده حبة، سنة ورا سنة ورا سنة، وهي عايشة عشان خاطر العيال، عايشة عشان ما تكتسبش لقب مطلقة اللي بيبقى وصمة عار عندنا في مجتمعنا. بس فائد بقى امتى؟ تعالى اقولكم. فمرة من المرات وهو عمال يقلل منها ويضربها ومخليها قدام العيال مسخة ومتهزقة طول الوقت، وطول الوقت هو اللي بيفهم وهي ما بتفهمش، هو الوحيد العاقل وهو اللي دايما الصح. انتي ما بتفهميش، انتي تعرفي ايه انتي؟ وطول الوقت انتي من غيري ولا حاجة، انتي ما تعرفيش تعيشي من غيري، انتي لو اتطلقتي محدش هيبصلك اصلا ولا عبرك. احمدي ربنا ان انتي لسه على ذمتي وان انا اتجوزتك، من غيري كان زمانك بقيتي عانس، هو انتي حد يرضى بيكي؟ كل ده كانت بتسمعه قدام العيال، ده غير العلق. لحد ما ابنها جه في يوم وقال لها ماما، هو ليه بابا بيضربك؟ هو ليه بابا بيزعقلك؟ هنا فاقت وقررت انها مش هتقلل من نفسها تاني ومش هتستمر في الحياة دي تاني. قررت لأول مرة تقف قصاده تقوله أنا مش عايزة أكمل، طلقني. تفتكروا هو تقبل الموضوع عادي؟ ضحك ضحكة سخرية وقال لها عايزة تطلقي؟ هو انتي تعرفي تعيشي من غيري أصلا؟ انتي من غيري ولا حاجة. بس هي صممت وقررت انها تتطلق، وخدت عيالها في حضنها وطردته بره حياتها. بس الحياة مش وردي والدنيا صعبة، وهي معاها عيال، من غير شغل، من غير فلوس، من غير سند، والدنيا كمان حواليها عمالة تجلد فيها. ما هو شايفينه يا هنا يا هناك، ما يعرفوش حاجة. واللي عرفوا وقالوا لها وإيه يعني، ما تعيشي زي بقية الستات ما هي عايشة، ما تستحملي عشان عيالك. مش ده الكلام اللي انتوا بتسمعوه؟ مش ده الكلام اللي انتوا بتقولوه؟ بعد الطلاق الدنيا مش وردي. يا ترى هتعمل ايه في العيال؟ يا ترى هتعمل ايه في حياتها؟ هتعيش ازاي؟ تفتكروا هتعرف تقف على رجليها؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية. بس عايزاكوا كده تحطوا الكلمة دي في ودنكوا وتفكروا فيها كويس قوي. مش كل ست بتسيب تبقى وحشة وغلطانة. ساعات كتير قوي بتبقى سايبة عشان تلحق نفسها، تلحق الباقي من عمرها، تلحق عيالها قبل ما يجيلهم أمراض الدنيا النفسية. العيال لما بتشوف الأم متهانة نفسيتهم ما بتبقاش أحسن حاجة، وبيطلعوا حاجة من الاتنين، يا كارهين أبوهم ونفسيتهم
تحت الصفر، يا مع ابوهم وبيكملوا تهزيق في امهم بقية حياتهم ويبقوا عيال عقيم. دي بداية اول حلقة من المسلسل، وفي حلقات كتير جاية الايام الجاية ان شاء الله. بس عايزة اطلب منكم طلب، يا ريت تساعدوني بالشير واللايك والكومنتات، لان ريتش القناة مبقاش كويس الايام اللي فاتت، وبصراحة انا مش عارفة ليه. يعني انا مستمرة في نزول الفيديوهات بس الريتش والمشاهدات قلت جدا. محتاجة ان الريتش يرجع تاني يعلى، لان احتمال كبير ما كملش في شغلي. مش هنتكلم الموضوع ده النهاردة، مش هنتكلم في الفيديو ده، بس بنسبة كبيرة انا مش هكمل في الشغل بتاعي. فانا محتاجة جدا لريتش القناة انه يعلى والمشاهدات تعلى. محتاجة ان يبقى فيه دخل ثابت شهري ان شاء الله يجي من القناة. الفيديو ده هيبقى اول حلقة من المسلسل، وهيبقى فيه حلقات يوم ويوم لا. عايزة اخد رأيكم كمان، هل تحبوا ان انا اعمل وصفات او اشارككم في يومي لو انا نازلة او وانا رايحة الشغل وانا مع الولاد، ولا حابين قعدتي كده قدام الكاميرا وانا برغي؟ اقترحوا عليا عشان انا فعلا محتاجة ان ريتش القناة يعلى. الله كريم، ربنا يرزقنا من واسع فضله جميعا. انا مكنتش حابة ان انا اغير محتوى القناة، بس محتاجة صحية وكده، يعني صحوة في القناة يعني تنعنش القناة شوية، لان هي معرفش فجأة كده ابتدى السهم يعمل كده مش فاهمة في ايه. لو شايفين ان في حاجة غلط في القناة نبهوني. دلوقتي بقى في 2 أدمن في القناة، جزاهم الله خيرا. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم، ومتشكرة قوي لتعبكم، انتوا بتجروا ورا الكومنتات متشكرة قوي ليكم. مش عارفة اشكركم ازاي. الايام اللي فاتت انتوا كنتوا ونعم السند ليا في الفيديوهات، وكمان الدعم المادي. بس انا يعني سديت جزء من الديون، ولسه باقي 35,000 جنيه. الله المستعان، ان شاء الله يتسدوا. بس همتكم معايا كده في الفيديوهات، لايكات، كومنتات كتير، شير كتير. واللي ما شافش الفيديوهات اللي فاتت يخش يشوفها ويشيرها. يعني القناة ما شاء الله اللهم بارك كسرت 5500 مشترك. فلو كل واحد فيكم شير لواحد بس اتفرج على الفيديو، الدنيا هتبقى احسن من كده. وشكرا ليكم ولتعبكم، جزاكم الله خيرا جميعا، وجعلوا في ميزان حسناتكم. ويا رب افضل دايما كده عند حسن ظنكم، وافضل كده باحترامي، وما يعني مش عارفة اقول لكم ايه، بس انا مش عايزة اقلل من نفسي في اي فيديو. ان شاء الله ربنا ما يكتب عليا ان انا اقلل من نفسي في اي حاجة. للأسف في ناس دخلت لي على الخاص مش ألطف حاجة. في ناس اقترحت ان هي، يعني هم قالوا لي ان هم عايزين يبعتوا لي هدية وبتاع، وفي الاخر طلع واحد مش كويس، انا عملت بلوك. بس الدنيا مش لطيفة قوي على طول. دعواتكم ليا، دعواتكم لولادي، ان انا اعرف اعدي الازمة بتاعتي على خير. وشكرا ليكم وشكرا لمشاهدتكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد بعد بكرة بقى ان شاء الله. اشوفكم على خير، مع السلامة.